السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على موضوع مثير. الناس ديال الامازون كيفاش كيعيشوا؟ واش حياتهم فعلا هي هذيك الصورة اللي كيصورها الاعلام، ولا كاينه شي حاجه اخرى؟ خليونا نشوفوا. بزاف من الناس كيظنوا ان الناس ديال الامازون عايشين غير بالصيد وجمع الثمار بطريقه بسيطه بعيدا عن التكنولوجيا، وهذا صحيح في بعض القبائل، ولكن واش فعلا حياتهم كلها هذيك الصورة البسيطة؟ ولكن كاين تقارير وفيديوهات كتعطي صورة مثالية للحياة ديالهم. تخيل عالم بعيد عن صخب المدن، بتعيش في قبائل أصلية بتحافظ على عاداتها وتقاليدها من آلاف السنين. أحيانا كيبانوا بحال الناس كيعيشوا في عالم آخر بعيد عن الحضارة. هاد الصور غالبا كيتصوروا لهم بفلوس، وهذا الشيء كيخلي بعض الناس يشكوا في مصداقية هاد التقارير. وما ننساوش ان بعض القبائل اليوم تواصلوا مع العالم الخارجي. صحيح انهم حافظوا على العادات ديالهم، ولكن حتى التكنولوجيا دخلات لحياتهم. كاين منهم اللي كيستخدموا الانترنت والهواتف وباقي مستمرين في حياتهم التقليدية، ولكن مع تأثيرات العصر الحديث. في بعض الأحيان السياحة كتكون مصدر دخل كبير لهاد القبائل. شركات سياحية كيخدموا مع مجموعات منهم باش يصوروهم في سياقات معينة، مثلا كيسافروا مع فرق تصوير، وكيخدموا مع الإعلام للتسويق صور تقليدية لهؤلاء الناس. في هذا الموضوع ما نقدروش نقولوا أن الحياة ديالهم كلها هكاك، ولكن كيبقى الواقع أكثر تعقيدا. الحياة ديال الناس ديال الأمازون غنية ومتنوعة، ولها تأثيرات عميقة من العالم اللي عايشين فيه. واش كنتو كتظنوا انهم كيشبعوا من الطبيعة بلا تكنولوجيا، ولا راه عندهم طرق اخرى للتعامل مع التغيير؟ خليونا نسمعوا اراء ديالكم في التعليقات.